واخيرا بدات مباراة اللي بزاف كيتسناوها، مباراة ديال لينيس، مدارس العليا للاساتذه. في هذا الفيديو غادي نحاول نجاوب على الاسئله ديالكم بخصوص هذه المباراة. وباش ندير هادشي غنمشي للمصدر اللي هو هاد المذكره منظمه لهاد المباراة. دونك اول حاجه، كاين بزاف ديال المدارس اللي كيعطيو اجازه في التربيه. كاينه كليه علوم التربيه، هاد الكليه هادي كاينه فقط في الرباط. عندنا المدارس العليا للاساتذه اللي كاين في بزاف ديال المدن بحال الرباط، فاس، مكناس، تطوان، الدار البيضاء، مراكش. وكاين حتى المدارس العليا للتربيه والتكوين. هاد المدارس هادو كاينين في قنيطرة، جديدة، أكادير، برشيد، بني ملال، وجدة. وكاين حتى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني. المدرسة هادي كاينة فقط في المحمدية. دوك هاد المدارس كاملين تقريبا ما بيناتهم حتى شي فرق، كلهم كيعطيو إجازة في التربية. هنايا كيهضرونا على الأهداف ديال التكوين، قالوا لك بلي ملي غتقرا في هاد المدارس هادي غتاخد المعارف والمؤهلات والكفايات اللي عندها الصلة بالحقل المعرفي ديال التكوين. مثلا كنتي تخصص الفيزياء غتقرا دروس عندها علاقة بالفيزيك. إلا كنتي داير اس في تي غتقرا دروس اللي خاصة بالاس في تي. إلا كنتي داير مثلا مزدوج يعني ابتدائي غتقرا معارف ديال العربية والفرنسية ايتترا. وكاين حتى وحدات ديال علوم التربية والديداكتيك وسيكولوجيا التربية. كاين حتى علم النفس وعلم الاجتماع. كاين حتى وحدات دي موديل غدير فيهم عمل تربوي في مؤسسات تعليمية. يعني تمشي وانت كتقرا في هاد 3 سنين هادي غادي تمشي للمدارس ودير اعمال تربويه. بالاضافه لهذا الشيء كامل كاين وحدات تكميليه. دونك خلاصه في 3 سنين غتقرا الماده المعرفيه يعني التخصص ديالك، زائد المواد عندها علاقه بالتربيه يعني علوم التربيه والديداكتيك وعلم النفس التربوي ايتترا، زائد مهارات ولا دي موديول ديال لي لونغ وديال السوفت سكيلز وديال الانفورماتيك. دونك مده الدراسه في هاد المدارس تقرا 3 سنين باش تاخذ الاجازه. يعني 3 سنين يعني 6 ديال الفصول، يعني كل عام فيها 2 ديال الفصول، فيها 2 ديال لي سوميستر. من بعد تاخذ شهاده الاجازه في التربيه. وهاد الاجازه هادي غتكون فيها التخصص، يعني واش في العربيه ولا في الفرنسي ولا في الاجتماعيات ايتترا. دونك في هاد الجدول عطاونا عدد المقاعد في كل مدرسه. بالنسبه كيعطونا هنا في هاد الجدول المقاعد ديال السنه الاولى. مثلا العام الاول يعني كتدخل مباشره مره البكالوريا. وهنا كيعطونا المقاعد ديال السنه الثانيه والثالثه، ممكن تدخل من بعد ما تاخذ باك بلس 1 وباك بلس 2 من لي زوتر ايتابليسمون. وهنا كيعطينا مجموع ديال المقاعد المخصصه للكليه كلها ولا المدرسه كلها. وكان كاين مدارس كاملين قلنا في الاول، كليه العلوم التربيه، كليه الاساتذه بالرباط وفاس، يعني ديال المدن كاملين. باش تدخل هاد المدرسه خصك تكون عندك باك ديال هاد العام، يعني الموسم 2024 2025، ولا العام اللي فات يعني الموسم 2023 2024. بالنسبه للشعب فراه كتغير من تخصص لتخصص، من بعد غنشوفهم في الجداول اللي كاين من بعد. وحاجه الاخرى المهمه هو السن، ما خصوش يفوت 21 عام. التاريخ 31 جانفي. هاد الجدول هذا كيعطيونا نوع ديال الشهاده ديال الباك المطلوبه في كل تخصص من التخصصات ديال الاجازه في التربيه. مثلا بالنسبه للتخصص ديال الابتدائي المزدوج دونك كيطلبوا جميع الشعب. اللغه الامازيغيه نفس الحاجه. بالنسبه للتعليم الثانوي في التخصصات ديال اللغه العربيه والفرنسي واللونجلي والفلسفه والدراسات الاسلاميات، الدراسات الاسلاميه والتاريخ والجغرافيا، فهما كيطلبوا جميع البكالوريا. ما نساوش التخصص اللي مطلوب بزاف اللي كلشي كيسول عليه هو تخصص التربيه البدنيه، حتى هي ممكن تدفع ليها بجميع الشعب ايتترا. دونك كل تخصصات الاخرين تلقاهم هنايا. التخصص ديال علوم التربيه والشعب اللي كيطلبهم في الباك. بالنسبه للتسجيل فالتسجيل كيتم في الموقع الالكتروني cursussub.gov.ma. مدة التسجيل هي ما بين الثلاثاء 29 يوليوز حتى السبت 23 غشت، يعني تقريبا ديك 23 يوم 24 يوم. هذه هي المدة اللي عندك الحق تسجل فيها. هنا مهم بزاف تضمن بال، خاصك تختار وترتب 3 ديال الاختيارات على الاكثر، يعني مخصكش تفوت 3 ديال المسالك مفتوحة. وهنا ديما خصك تبقى ترد البال البريد الالكتروني ديالك، حيت ممكن يتواصلوا معك ويطلبوا منك بعض الوثائق تكميليه. الا عندك في الدوسي ديالك شي وثيقه اللي مكتوبه بلغه من غير العربيه والفرنسيه والانجلي فراه خصك ترجمها. دونك هادشي عنده علاقه بزاف بالناس اللي كيجيبوا دبلومات على برا، وما خصكش تسجل حتى وثيقه. مثلا الوثائق اللي كيطلبوا خصك تعطيهم كاع الوثائق، حيت الا عندك وثيقه خاصه فراه ماشي تم دراسه الملف ديالك. دونك مباراة الولوج كتتم 2 ديال المراحل.
التقاء تمهيدي اللي النسبة ديالو هي 75% زائد اختبار شفوي. بالنسبة للانتقاء التمهيدي فراه بحال المدارس الآخرين كيتم ب75% ديال الوطني زائد 25% ديال الجهوي. هادشي كامل كنضربو في معامل الترجيح. هاد معامل الترجيح غادي نحددوه في كل تخصص من بعد في الجدول اللي كاين في التحت. من بعد كيديروا هاد الانتقاء كيحطوا لكم النتائج نهار الاربعاء 13 تنبير في نفس المنصه فاش تسجلتي. من بعد الاختبار الشفوي كيتم النسبه ديالو هو 25%. هاد الاختبار كيتم في الفتره ما بين 2/8 والسبت 13 شتنبر، يعني 13 شهر 9 ان شاء الله. نهار الشفوي رد البال الوثائق اللي خصك تجيب معاك، دونك البطاقه الوطنيه ديالك وبطاقه الاستدعاء. فهاد الامتحان كاين واحد النقطه موجبه للسقوط هي 5، يعني ضروري في الاختبار تجيب فيه فوق من 5 على 20. من بعد ما دير هادشي كامل دونك النتائج النهائيه غادي يتحطوا في نفس الموقع فاش تسجلتوا نهار الاربعاء 17 تنبير. من بعد ما يخرجوا النتائج كيتم التوزيع ديالكم على كليات اللي قلنا قبل. التوزيع ما كيتمش اعتباطيا، كيتم وفق المعايير هما هادو. دونك اول حاجه درجه الاستحقاق، يعني شحال جبتي في المباراه. ثاني حاجه الترتيب اللي درتي للمعاهد نهار فاش تسجلتي، داكشي علاش رد البال في التسجيل حاول تحط الكليات والمدارس اللي بغيتي انت. شوف انت اشنو المعايير اللي خدام لك، واش القرب ليك للمقر السكنه ديالك ولا شي مدينه بغيتي. المهم حط الترتيب اللي بغيتي انت، راه كيعتمدوا عليها من بعد في التوزيع ديالكم. واخيرا المعيار الثالث هو عدد المقاعد المتوفره في كل مؤسسه. بالنسبه للتسجيل النهائي، يعني من بعد ما يخرجوا النتائج غادي يتم ابتداء من الجمعه 19 تنبير بهذه الطريقه هذه. دونك اول حاجه غادي تسجلوا الناس ديال المقبلين في اللوائح الرئيسيه في هاد المواعيد هادو. من بعد كيتم يتسجلوا الناس ديال تحسين الاختيار والناس ديال اللي تقبلوا في لوائح الانتظار، يعني لي ليست داتونت في هاد الفتره هادي. دونك كاينه ملاحظات مهمه بزاف. هو اول حاجه الى عطوك في الاختيار الاول ديالك فراه غادي تانولا دوك الاختيارات الاخرين اللي تابعين. حاجه اخرى الا تقبلتي وما اكدتيش التسجيل ديالك فراه غادي ياخذ واحد اخر في ليست داتونت. يعني ديما رد البال النتائج باش تمشي تاكد التسجيل ديالك. نهار التسجيل رد معاك البال دي النسخه الاصليه ديال الباك. الا ما عجبكش الاختيار حاول تضغط على زر تحسين الاختيار، ومع ذلك راه خصك دير الملف باش تضمن الكرسي ديالك ولا المقعد البيداغوجي ديالك. بقى ديما تدخل الموقع الالكتروني حيتاش ممكن واخا لاحو لي زاتونط الاولى ممكن يعاودوا يلوحوا لي زاتونط اخرين الى الناس ما مشاوش. كما قلت لكم قبل فراه ممكن تعاود تدخل لينيس. بالنسبه للناس اللي عندهم ديبلوم ديال باك بلس 1 ولا باك بلس 2 غير خصكم تردوا لبال الشروط، خصوصا السن اللي ما خصوش يفوت 22 عام الا بغيت تدخل السنه الثانيه، خصوش يفوت 23 عام السنه الثالثه. اخيرا هنا كاين بعض المرفقات، يعني جداول اللي متعلقين بهذه المباراة. هنا كاين المسالك اللي كاين في كل في كاع المدارس والمدن. مثلا لونسينيمون بريمير يعني التعليم الابتدائي شحال المقاعد كاين. مثلا المدارس ديال الاساتذه ديال المكناس كاين 496 مقعد. مثلا المدارس ديال التكوين بالرشيد كاين 500. التخصص الدراسات الاسلاميه كاين 160 فاس إتسيتيرا. دونك رد البال هنا المقاعد اللي كاين في كل تخصص وفي كل مدرسة. هنا في هذا الجدول كيوريكم الطريقة ديال باش كيحسبوا الانتقاء التمهيدي. دونك كما قلنا كديروا 25% ديال الوطني زائد 25% ديال الامتحان الجهوي، كنضربوه في معامل الترجيح ولكن في هذا الجدول. مثلا بدفع اللغة الأمازيغية، شوف انت شمن تخصص عندك. مثلا عندك الآداب راه كضرب في 1.2، عندك علوم رياضيه كتضرب في 1.5 إتسيتيرا. رد البال التخصص اللي بغيتي مع الشعب باش خديتي الباك، وشوف باش تعرف معامل الترجيح باش كيتم الانتقاء. هذا الجدول فيه الكليات اللي قلنا قبل، كيعطيك عنوان ديالهم والموقع الالكتروني ديالهم وحتى الهاتف الا بغيت ولا ماشي حاجه. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. دونك كنتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله ديالك. الا عندك شي سؤال بخصوص المباراه كتبوا لي في كومونتير، غنحاول نجاوب عليه ان شاء الله.